هسه راح اخذ ربع ملعقة كوب ملح مثل ما ذكرنا، نصف ملعقة كوب اوريجانو، وعندي فصين من الثوم المفروم. طبعا هاي المقادير حسب الرغبة، انتو تقدرون تزيدون او تقللون حسب ما يعجبكم. راح اخلط المكونات كلها، وبعدين اضيف اخر شي الفلفل الاسود. اني راح استخدم فلفل اسود غير مطحون مثل ما راح اشوفكم هسه، حتى يكون الطعم عندي اطيب. نقلب الصلصة بهاي الطريقة الى ان تمتزج عندي كل المكونات.